السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة في هذه السهرة الكروية. 3 نقاط وهو ثالث الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة. يلعب اليوم أمام فريق بارما صاحب المركز 14، والفريق الذي صنع سمعته وتاريخه في التسعينيات عندما واجه اليوفي لأكثر من مرة وقارع اليوفي وطرح اليوفي أرضا في بطولات عدة نستفرد لها ونفرد لها وقتا في مستقبل المباراة. بارما في المركز 14 ب 12 نقطة، وبانطلاقه هنا أمامنا لأصحاب الدار بكورة عرضية، لكن ابن بارما السابق ومن ترعرع وتربى بين جنبات هذا النادي في إنقاذ الكرة الماضية يكرم الضيف. فنبدأ بتشكيلة اليوفي الذي يدخل هذه المباراة. بوفون في حراسة المرمى. خط الدفاع لدينا الثلاثي ديان كولو زفيسكي، وبانطلاقه هنا أمامنا لأصحاب الدار بكورة عرضية ماكيني ودانييلو، وأمامهم الثلاثي ألكساندرو كريستيانو. لدينا هنا محاولة داخل منطقة الجزاء والكرة ماشية وين موراتا بعرضية، ولكن مرت وراية التسلل قبل ذلك على ألفارو موراتا. التقدم هنا امامنا التمريره بصوره جميله وكره داخل منطقه الجزاء العرضيه من ايرون رامسي والى خارج ارضيه الملعب، حاضره وتلعب داخل منطقه الجزاء والتسديده والى احضان حارس المرمى مباشره، الى احضان حارس المرمى. كريستيانو رونالدو ماشي وين يبحث عن التقدم للامام ولا عرقل السبيل لايقافه واشاره الى وجود خطا. تلعب كرة بنتانكور داخل منطقة الجزاء ولكن سهلة للويجي سيبي، حادم للأمام ألكساندرو والعرضية وبكل هو بونوتشي بتمريرات الجميلة، وهنا كرة عرضية جميلة باحثة عن قدم تاريخ. أيها الكرام أيها الأحباب، 6 أول لقاء اليوفي هزموا 6 وفرحانين بالهزيمة لأنه أمام معشوقهم ومحبوبهم بالميلان في جوزيبي مياتزا حينها. كرة داخل منطقة الجزاء ويلعبها لموراتا حول منطقة الجزاء إلى ماتياس ديليخت. تمرير كرة محاولة لكرة عرضية ولكن ممتاز. برونو ألفيس في التغطية بصورة ممتازة. كريستيانو في مباراة حتى الجزاء بارما. إلى متى يستمر هذا الصمود الدفاعي لفريق بارما؟ هنا انطلاقة ومحاولة وعرضية. بارما يتجرأ له بالامر الجميل، كره ملعوبه ومحاوله كريستيانو الكره داخل منطقه الجزاء والبحث عن الرأسيه، وهنا الاستلام والتمريره ولكن الى حارس المرمى لويجي سيبي بتمريره وكره ملعوبه داخل منطقه الجزاء. المحاوله داخل ومرت الدليخت. تمريره وكوره ملعوبه تعود والاستخلاص والكوره ماشيه وين داخل منطقه الجزاء. تعود ياكوبوني في وسط الملعب باحثا هنا عن المرور والانطلاقه والكره العرضيه وفي الجول. كره عرضيه وابتسامه اولى للبيانكو نيري بهدف جميل. ديان كولو زيفيسكي يدون الهدف الاول. انطلاقه اماميه ومحاوله هنا للتقدم. ايرون رامسي يبحث يلعبها اماميه اندرياس ومحاوله لكره عرضيه لكن هادي ورايق بيلعب. بونوتشي كره للامام وحاجه من حاجات بيرلو او في حد ذاتها متعه في كره القدم يا بونوتشي. وكريستيانو رونالدو ويدون هدف من اجمل ما يكون.